او جده بتقول بقالي 3 سنين ما شفتش حفيدتي. ما لاقيش في القانون ونفحص القانون ونبص على القانون، ما نلاقيش لا 1 ولا 2 ولا 3، ملوش حقوق خالص. مرتب كبير، مرتب قليل، معيارك المكتب اللي انت فيه مش المرتب. ينفع اخرج من الدهب لان هو سمع ان في حكم نقد قال كده. دخلت ثانويه عامه، انت تدخل كليه ايه؟ ده يقول لك شرطه، ده يقول مش عارف ايه، الاحلام بقى بتاعتنا. وده هندسه وده طب، وانا اقول لهم حقوق. انت عندك مشكله او بدات يبقى عندك مشكله، هديك بقى خلاصه، كبسوله الكبسوله. مساء الخير، استكمالا لكلامنا عن مشاكل الزوج، معانا النهارده استاذ شادي ثروت المحامي. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. دلوقتي انا جالي يعني شفت اسئله كتير جدا، ممكن اقولها لحضرتك كده سريعا يعني. يعني اسئله كتير ولا يعني بعض الاسئله اكيد؟ بعض الاسئله ان شاء الله. طيب، تمام. في سؤال بيقول نسايبي عايزين يكتبوا 100 جرام ذهب والوالد مصمم انه يكتبه في القايمه. والد الزوجه والد الزوجه، او مظبوط. تمام. ينفع اخرج من الذهب لان هو سمع ان في حكم نقد قال كده. بص، هو نصيحتي ليك كأخ طبعا قبل أي حاجة، وكزوج ممكن إن هو يبقى في مشكلة فيما بعد، ما تكتبش ده خالص. ليه؟ الذهب فعلا في حكم نقد طلع من فترة كبيرة جدا على فكرة، يعني الحكم ده مش حديث ولا حكم، لا، ده حكم نقد بقاله فترة، وقال إن الذهب هو لصيق للزوجة، ومن غير مقبول عقلا ومنطقا أنها تغادر المنزل بدون مشغولاتها الذهبية، لأنه يعد من حلي الشخصي الخاص بها. فده نص حكم النقد اللي قال كده، ولكن ده كان نقد جنائي، وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن المشغولات الذهبية في أحكام محكمة النقد أمام محكمة الجنح، ولكن محكمة الأسرة بيبقى غالبا لها آراء تاني خالص. وبالتالي احنا ليه أنا أحط نفسي في هذه المعضلة وأحط نفسي تحت التهديد ده؟ لا يا باشا، أنا أقفل الموضوع وأنا هعمل أي حاجة غير إن أنا أكتب ده، حتى عشان زي ما قلنا قبل كده نقفل باب الشيطان يعني. فدي نصيحتي ليه طبعا يعني، وردا على سؤالي. تمام. في ام بتقول او جده بتقول بقالي 3 سنين ما شفتش حفيدتي، مم. تعمل ايه؟ بص، هو القانون نظم الجزئيه دي وقال ان من حق الجد والجده، لان حصل تعديل في القانون قبل كده، وقال ان من حق الجد والجده ان هم يشوفوا الحفيد والحفيده. فهي ممكن ترفع قضيه وتقول فيها ان هي محتاجه الرؤيه، وبناء عليه ان شاء الله هيتحكم لها بالرؤيه، ولكن لازم هي تبقى ملزمه بتنفيذ الرؤيه في مكان عام، ده طبقا للقانون اللي معمول بيه دلوقتي طبعا. بس تمام. في برضو زوج بيقول الام غير قادره على تربيه الاطفال ومتاكد انها متجوزه عرفي وعايز يسقط حضانه. بص، اسقاط الحضانه دي من الدعاوى الصعبه جدا جدا في هذه الامور، يعني او في القانون اللي معمول بيه في الوقت الحالي. اسقاط الحضانه صعب قوي، وبالتالي لازم يكون في أدلة وإثباتات وبراهين على هذا الأمر، لأن أنت بتسقط الحضانة عن الأم وبعديها بتسقط عن أم الأم. بالنسبة للأم فأنت لازم تثبت إن هي متزوجة من آخر، يعني بموجب بقى عقد، بموجب حاجة، بموجب شهود تجيبهم عشان يقولوا إن هي متزوجة من شخص أجنبي عن الأولاد، وبالتالي نقدر نسقط الحضانة عنها. وغير قادرة أو غير مؤهلة لتربية الأولاد دي، يعني لازم تثبت وتقول مثلا بالمستندات ان هي عندها مرض مزمن، ان هي بتعاني من حاجه معينه، ان هي بتشتغل لفترات طويله وما بتقدرش ان هي تراعيهم وهكذا. فدي الحاجه او الحالات اللي ممكن في الكيس بتاعته دي يسقط عنها الحضانه. طيب، السؤال اللي جاي ده ممكن يكون مفاجاه ليك بس هو شدني اتفضل. الصراحه. في حد بيقول ان استاذ شاي بيقول لك انت شخصيا يعني ايه اللي خلاك تتخصص في موضوع الزوج ده؟ والله اللي خلاني اتخصص في موضوع الزوج ده الموضوع بسيط خالص، ان انا جيت كنت طول عمري بشتغل، يعني انا بشتغل في المحاماه بقالي فتره كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى، وبشتغل عادي جنح وجنايات وأسرة ومدني، ويمكن أول تخصصي وبداية تربيتي في هذه المهنة كانت في المدني. ولكن بعد شغل وبعد فترة طويلة وبعد ما دخلت وتدخلت في قانون الأحوال الشخصية، كنت بشتغل عن الزوج والزوجة. فبقى يجي لي الزوجة أنا متضررة من 1 2 3، أقول لها حاضر، هنرفع 1 و2 و3، يعني مفيش حق ليها القانون بيغفل عنه، حق واحد. فكان يجي لي الزوج، انا عايز ارفع، انا متضرر من 1 2 3، ما لاقيش في القانون ونفحص القانون ونبص على القانون، ما نلاقيش لا 1 ولا 2 ولا 3، ملوش حقوق خالص نهائي. فبدات بقى لا اركز في الموضوع اكتر، وبالتالي اركز تركيز في تركيز في تركيز لحد ما بدات اشوف حالات
كل يوم تزيد من صلابتي ومن إصراري وعزيمتي إن أنا أستمر في الدفاع عن هذه القضية. فبالتالي ده اللي خلّاني أتخصص في هذه الأمور يعني. إمم، جميل جدًا. طيب عايز أعرف حضرتك ليه دخلت المحاماة، اشمعنى المحاماة؟ هل هي كانت الtarget بتاعك؟ آمم، احكِ لنا كده عن الموضوع ده. والله المحاماة الtarget بتاعي من زمان بصراحة، يعني أنا الموضوع من أولًا أنا والدي الله يرحمه كان محامي ووالدتي محامية، فمن وأنا مثلًا في تانية إعدادي أو تالتة إعدادي أصلًا وأنا حابب فكرة المحاماة، ولكن يمكن كانت في دماغي غير الشكل الواقعي اللي أنا شُفت المحاماة عليه. فباختصار كده بدأت أحب المحاماة، بدأت دخلت ثانوية عامة، ها أنت هتدخل كلية إيه؟ ده يقول لك شرطة، ده يقول مش عارف إيه، الأحلام بقى بتاعتنا، وده هندسة وده طب وأنا أقول لهم حقوق. فبدأت بقى إن أنا خلاص دخلت الحقوق، كان كل هدفي إن أنا ما كنتش باحب المذاكرة أوي، ما كنتش باحب الأمور دي، فكان هدفي إن أنا أخلّص 4 سنين مثلًا ما أطلعش بقى بمواد والكلام ده كله، أخلّص بس ال4 سنين عشان أبدأ أتمرّس في هذه المهنة. وبالفعل كنت مركّز في الدراسة قدر المستطاع، مش بقى الشكل اللي هو بقى ماسك الكتاب، لأ أنا ما كانش يعني ما كنتش باحب الدراسة أوي بصراحة. فبدأت من سنة تالتة كُلّية وأنا أبدأ أشتغل في مهنة المحاماة، أنزل أبدأ أتدرّب كوكيل محامي، واتدرّبت في مكاتب أساتذة ناس محترمة جدًا طبعًا. أنا اتدرّبت في 4 مكاتب، قعدت أشتغل في مكاتب حوالي مثلًا 6 سنين، 7 سنين، حاجة كده يعني. المكاتب اللي أنا نزلتها كل مكتب أنا نزلته سواء من قبل ما أبقى محامي وأنا في الجامعة أو بعد ما بقيت محامي، كل مكتب أضاف ليّا إضافة يعني مهمة جدًا. يعني أول مكتب أنا اتعلمت فيه الهدوء، واتعلمت فيه المدني، اتعلمت فيه إن أنا ممكن أكسب خصمي بهدوء، مش لازم إن أنا أتسرع أو مش لازم إن أنا آخد قرار، واتعلمت فيه إن خير الكلام ما قل ودل. الملخص المفيد في الموضوع، إمم. الزتونة بتاعته فين. فهو أستاذي يعني، وأنا طبعًا باحبه وباقدّره وله كل الاحترام والتقدير، ولمّا باشوفه في أي محكمة أجري عليه وأسلّم عليه وأقول له إزيك يا أستاذي يعني، لإن هو أول من بدأت أنا الحاجات دي ما كنتش فاهمها، يعني أنا بدأت آخُد وأشرب وأتعلّم وأنا مش فاهم الأمور دي. المكتب التاني هو للأسف ما أقدرش أقول إن أنا اتعلّمت فيه محاماة أوي، آمم يعني كان في بعض الأمور اللي مثلًا ما كانتش أنا بالنسبة لي مناسبة أوي، ولكن اتعلّمت فيه إزاي تتعامل إزاي تتعامل كمحامي، من حيث المظهر ومن حيث الطريقة بتاعة يعني الcareer بتاعك أنت كمحامي، إمم. بعيدًا عن الأمور الفنية في القضايا. فكنت لسه طبعًا وِرْوِر بقى وبتاع، إمم. فكانت حاجات برضه أضافت لي، إزاي إن أنا شايف إن إحنا مهتمين بمظهرنا، مهتمين كان اللي بيروح المكتب من غير كرافتة كان بيتخصم له نُص يوم من المرتب، والله آه. فعلًا. فكان يمكن دي حاجات أضافت لي برضه بعد كده. إمم. المكتب التالت هو مكتب برضه أستاذي طبعًا يعني، وكان الفرصة الجميلة إن إحنا عندنا في المحاماة للأسف ممكن نلاقي نماذج تمنع المحامي الشاب، تمنعه من إن هو يكبر أو إن هو يتعلم أو إن هو يكون محامي. ف ففي مكاتب كتيرة بتمنع الكلام ده، إن أنت تبقى محامي، لأ المكتب ده كان بيشجعك، يالّا أنت عايز تشتغل وعايز تبقى محامي وعايز تبقى شاطر، يالّا توكّل على الله وأنا معاك. فهو كان أستاذي طبعًا، وهو أب كان لينا كلّنا، وبناءً عليه بدأت آخُد فرصتي إن أنا أبقى محامي في المكتب ده، وقعدت فيه فترة لا بأس بيها، يعني أنا قعدت مثلًا 6، 7 سنين باشتغل في المكاتب، قعدت في المكتب ده لوحده فوق ال4 سنين مثلًا، إمم. وكان الموضوع بالنسبة لي كان مفيد جدًا، إن أنا استفدت، اتعلّمت، بدأت أكتب، بدأت أغلط، بدأ يتعدل لي وهكذا، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت يعني دي نقطة انطلاقتي في المحاماة. المكتب الأخير كنت مع حد أنا نفسي والله أذكر أساميهم، ولكن كوني إن أنا ما استأذنتهمش، فأنا مش قادر أذكر أساميهم. آآ كنت مع أستاذ محامي قمة في الروعة والجمال، أقل ما يُقال عليه إنه حد ممكن ما تقابلوش تاني في حياتك، بجد؟ ممكن ما تقابلوش تاني يعني ما تقابلش زيه تاني في حياتك خالص. آمم على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى الدولة، هو حد بارز جدًا في الدولة.
ومحترم وله قدره وله ثقله، ولكن على المستوى الإنساني هو أب. هو أب لكل فريق العمل اللي بيشتغل معاه. هو شخص قلما تجده أو تسمع عن تعامل بهذه الأمور. وبالتالي أنا برضو اتعلمت عنده إزاي أتعامل مع الناس، مم. إزاي يبقى محامي شاطر في حاجات، إزاي حاجات كتير 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 جدا. أنا بكن له كل الاحترام والتقدير كلهم طبعا يعني، ولكن أنا بتكلم عن إن إيه الميزة كانت في كل مكتب، في المكاتب اللي أنا تمرست فيها. وأخيرا برضو لما بدأت أخدت الخطوة وقلت يلا إن أنا أبدأ، وشاركت أستاذ محامي زميل محترم وله كل الاحترام والتقدير وله فضل بعد ربنا كبير جدا عليا. فكانت الأمور دي كلها هي العوامل اللي ساعدتني ان انا ابقى محامي. ولكن من اول خط لحد اخره انا كنت التارجت بتاعي ان انا ابقى محامي مستقل. لاني اتذكر موقف، وده موقف انا مش قادر انساه يعني. كنت باخد مرتبي في الشهر 1200 جنيه، تمام، اه طول الشهر. وجالي شغل في شركة. الشغل في الشركة تقريبا كان المرتب قعدت عملت انترفيو كده، وبعد كده قالوا لي هنبلغك المرتب في التليفون. فبلغوني المرتب كام، المرتب قالوا لي بتقبض كام. فساعتها قلت بقى ايه، اضرب بقى مرتب جامد بقى يعني. 6 7 مثلا. لا قلت 1000 ونص. آه. فقلت 1000 ونص، قلت ساعتها اكتب 1000 ونص. فهم بيقولوا لي المرتب فقالوا لي انت قلت لهم هو المرتب كام، فقالوا لي المرتب 3000 جنيه. اوه ده فطبعا نقله اه ضعف اللي انا قايله بالكذب. رقم خرافي. فقلت له لا والله الحقيقه مش مناسبني، المرتب ضعيف. مش مناسبك. اه والله. فقال لي طبعا اتصدم يعني، عارف لو انت اكيد انت مجنون، انت في حاجه غلط يعني. اه فقال لي ايه، انت فاكر انت كاتب كام؟ قلت له بقى انا عارف انا كاتب كام، انا كاتب 1000 ونص. بس هو الفكره ان انا في الشركه مش هبقى محامي، في الشركه هبقى موظف. المسمى بتاعي محامي ولكني في النهايه موظف. مم. انا ممكن اكون بقبض 1000 جنيه ولا 1200 ولا 1500، ولكن انا ممكن يجي لي شغل، يجي لي حاجه، يجي لي حاجه خاصه بيا. مكافآت والمكتب مثلا والمكتب اتعاب. والمكتب بيسمح لي ان انا اشتغل شغلي الخاص. اه انا مستني بعد كام سنه يبقى عندي طب مكتبي الخاص. دي مرونة جميلة يعني، ان هو تشتغل انت بتشتغل انت براحتك، ممكن تاخد انت اه القضايا المكتب بتاعتك. المكتب المكتب اه المكتب ما كانش عنده اي تعارض. مم. لذلك انا النهارده كل الاساتذه اخواتي المحامين، دي حاجه برضو اتعلمتها. كل اخواتي اللي معانا في المكتب، لا انت شغلك الخاص لك يعني فيه مطلق الحريه طبعا. بس كنت اتذكر الموقف ده، وده كان موقف في حياتي. ان كنت بصيت ان انا اخد ضعف المرتب مش عارف ايه، والشركه، ما كنتش هبقى قاعد معاك النهارده، ولا كان مش عارف ايه، لا مستحيل طبعا. ولكن مبسوط ده جدا. بفضل الله يعني علينا، ان انت اخدت قرارات في بعض الاوقات باذن الله فادتك يعني. تمام. حضرتك كده بقالك فترة كبيرة في مهنة المحاماة، تحب تقول ايه لشباب المحامين؟ لشباب المحامين يعني او نصيحة ماشي يعني، او الشباب اللي لسه بتشق طريقها في المحاماه يعني. اول واهم حاجه ان انت لازم في بدايه حياتك تبقى مركز وعارف انا هبدا فين او هعمل ايه. هل انا محامي نفسي بعد 10 سنين يبقى عندي مكتب، او بعد 5 سنين، او بعد سنتين، الله يرزقك ويوفقك، انا عايز يبقى عندي مكتب؟ ولا انا عايز ابقى شغال في شركة؟ ولا انا عايز مثلا ابقى في النيابة او في السلك القضائي؟ لازم تبقى اول حاجة محدد رؤيتك وخطتك اللي جاية. لان بناء عليه اي طريق من الثلاثة اللي انا ذكرتهم كل واحد فيهم له مسلك معين ومختلف عن التاني تماما. اذا انت سلكت اي طريق غير التاني وانت مش مرتب له، هتلاقي الامور دخلت في بعض، ولا لحقت ده ولا ده ولا ده. وفي الاخر بتشتغل اي شغلانه تانية، مع احترامي لكل الشغلانات يعني، اي حاجه تانية غير مهنتك اللي انت قعدت سنين من عمرك تضيعها عشان تدرسها. فاول نصيحه لازم تبقى عارف البلان بتاعتي ايه. تاني نصيحه لما ربنا يكرمك وخلاص قررت ان انت تبقى محامي، خلاص لازم بقى تبدا تاهل نفسك ازاي تبقى محامي شاطر. يعني انا بتكلم هنا عن المحامي الحر. لا خلاص انا عايز ابقى محامي حر، عايز بعد كام سنه ابقى قاعد على كرسي وعندي مكتبي وعندي اساتذه محامين بتشتغل معايا، وعايز اترافع وابقى احمد زكي ضد الحكومه واكسر الدنيا واجلجل الدنيا والى اخره.
ده امر كويس جدا. اول حاجه ازاي ابدا يعني حياتي، هقول لك على حاجات لو كنت عرفتها من زمان والله فعلا يمكن الموضوع كان فرق معايا. اول حاجه هو ان انت تتاكد وتتيقن ان المعيار الديني هو الاساس. يعني احنا للاسف النهارده وفكر النهارده فتقول ما تحبكاش قوي كده، يا عم ما معلش بقى ربنا يسامح، ما ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم مش عارف ايه. وبتبدا ان انت بتخلي المعيار بتاعك هو مش المعيار الديني، بل بالعكس عادي ممكن ان في حاجات تقبلها وحاجات تعملها. لو انا كان معياري المعيار الديني من البدايه، من بدايه شغلي، انا النهارده كنت زماني في حته تانية خالص، وانا متاكد من هذا الامر. لان انا ما بداتش حياتي تتغير غير لما بدا المعيار ده يبقى هو ده الاساس عندي. فربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل من صبر. واحنا ما بنقولش ان هي حاجه سهله، وفي ظل الامور اللي احنا فيها النهارده هي مش حاجه سهله خالص خالص خالص. ده بالعكس ده بيصعبوا الحلال وبيسهلوا الحرام، يعني في بعض الحاجات اللي متخصصه في كده. فالمعيار الديني ده هو صدقني ان حطيته من البدايه ده تمام جدا. تاني حاجه شخصيه المحامي. يعني إن احنا كمحامين بيبقى ليك شخصيه كده. ايه هي؟ بتبدا من مظهرك، بتبدا من مظهرك. اللي لابس مع احترامي الكامل، يعني اللي لابس كوتشي ويقول لك اصل انا محامي وبتاع، لا، مش انت المحامي. انت مش محامي. انت بتستسهل الموضوع، انت واخدها كده في النص، وعمرك ما هتنجح فيها، وعمرك ما هتبقى عارف تنجح فيها. يعني عشان لابس كوتشي مش هنجح صدقني. ما هو احنا لينا عدة عوامل: لبسك، مظهرك، كرامتك، آه، معلومتك، قوتك في الإلقاء، قوتك وقدرتك على الإقناع بهدوء، قدرتك على كيفية معرفة الوقت المناسب إن أنا آخد حقي فيه. الشطارة مش بالزعيق ولا لا، أنا عارف إن أنا في الموقف ده هاخد حقي إزاي. ولو كان مع موظف، ولو كانت خناقة مع حد شخص خارج المحكمة أو داخل المحكمة، لا أنا الشخص بغلط بقد الغلط اللي هو غلطه، عشان في نهاية الأمر أعرف آخد حقي بالورق والقلم. فده شخصية المحامي دي من أهم الحاجات اللي أنت تبدأ يعني تشتغل عليها وتركز عليها. الأمر التاني وهي المعلومة، إزاي أثقل نفسي بالمعلومة. ودي النقطة نحط تحتيها 2000 خط لكل الأساتذة، سواء بقى شباب أو بنات، كلهم إخواتنا وحبايبنا ونتمنى لهم طبعا كل خير ويبقوا أحسن مننا كمان. ولكن إحنا في المحاماة بنسمع إن يقول لك يا باشا المحامي ده فهلوي، يا باشا المحامي ده مش عارف إيه، يا باشا المحامي ده إيه. ودي مصطلحات دارجة في مجتمعنا. ولكن كل ما كان عندك المعلومة كل ما كنت أقوى وأشرس. انا كنت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المكتب اللي انا ذكرته ان انا في النص كان بيديني المعلومه، كنت اقعد وسط 10 اصحابي اكبر مني واصغر مني. كان لما بيتسال سؤال كل الانظار بتوجه ليا، لان عارفين ان بفضل الله انت ممكن تبقى انت اللي عندك المعلومه. وبالتالي النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى قادر ان انا عندي المعلومات الصغيره والمعلومات الكبيره، فقادر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا ادير مكتب. فارجع للنقطه دي مهمه قوي، لما تيجي تنزل في بدايه حياتك اتبهدل، انا اسف في المصطلح، واتمرمط. يعني انزل واشتغل 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 على نفسك. ما تبصش للمرتب اللي في الاول، دي حاجه مهمه جدا، وفي ظل الغلاء اللي احنا فيه وفي ظل المرتبات الضعيفه اللي بياخدها المحامين مهمه، ما بقولش مش مهمه ابدا. ولكن مرتب كبير مرتب قليل، معيارك المكتب اللي انت فيه مش المرتب. يعني المعيار ان انا في مكتب بتعلم فيه وباخد معلومات وبضيف لنفسي معلومات ولا لا. المكتب سامح ليا ان انا يبقى عندي شغل الخاص عشان اكبر بكره وبعده، ولا قافل عليا الجزئيه دي. المكتب بيديني المعلومه لما اجي اساله سؤال، ولا يقول لي انا اصلا ما عنديش المعلومه عشان اديها لك. المكتب بيسمح لي ان انا اقرا وابص في القضايا واكتب واعمل واطلع وكده، ولا حاجب عني هذه الامر. كل الامور دي هي معيارك الاساسي والاهم والاول والاوحد في هذا الامر. ما دون ذلك سهل يتعوض. اذا كنا بنتكلم عن ماده، اذا كنا بنتكلم عن اي حاجه تانية، اذا كنا بنتكلم اصل انا ساكن في المرج والمكتب في اكتوبر، اي حاجه، المسافه، الفلوس، اي حاجه تتعوض. اللي مش هيتعوض عمرك اللي مش هيتعوض ابدا. ليه؟
لان العمر اللي بيضيع ده ما بيرجعش، وكل يوم بيعدي عليك انت ما بتثقلش من نفسك خلاص عدى خلاص. لكن كل ما بتثقل من نفسك كل ما بتبقى بعد كده اقوى واتقل في المحاماه. دي طبعا حاجه مهمه جدا جدا يعني. فبس، وطبعا نتمنى ليهم كلهم التوفيق، واحنا ما نتاخرش عن اي حد من شباب المحامين باي معلومه يعني والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لازم نبقى واقفين جنبهم لان ده حقهم علينا، ويعني وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده يعني. طيب ما ينفعش حضرتك تبقى تكون معانا وما نديش كام نصيحة كده للزوج؟ نصيحة للزوج، انت عايز بقى ايه؟ برضه يعني نزعل ناس مننا في الحلقة. بص هقول لك على حاجة، الزوج باختصار شديد، اذا كنا بنتكلم عن ان انت عندك مشكلة او بدأت يبقى عندك مشكلة، هديك بقى خلاصة كبسولة الكبسولة. الكاميرا دي، خلينا نبص للكاميرا والزوج. بص يا سيدي، صلي على النبي، انت لازم عندك 4 حاجات تبقى عاملهم ومجهزهم ومرتبهم في دماغك، وهقولهم بقى يعني واجري على الله، يعني انا خايف بس ان الزوجات تشوفهم، ولكن خليك مركز معايا. اول حاجه، حط ايدك على عفشك. عفشك ده روحك، عفشك ده ممكن، سيبك بقى من اصل عملت محضر وحاطط كاميرات وبتاع، سيبك من الكلام ده كله، حط ايدك على عفشك، ضروري جدا جدا جدا، ده مهم قوي 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 قوي. الحاجه التانيه، غير كالون الشقه، غير الكالون او انقل العفش، خليه معاك، يا اما تغير كالون الشقه بتاعك، الامر ده مهم جدا جدا. تالت حاجه، تروح تعمل فورا محضر اثبات الحاله عشان تثبت هذا الامر وان هي غدرت المنزل، عشان بعد كده ينفعك سواء في طاعه ولا غيره ولا غيره ولا ذهب ولا. فلازم تعمل الكلام ده. الامر التاني، ان انت لازم باستمرار تكشف على نفسك، ما تامنش وما تامنش خالص، واوعى مراتك او زوجتك ترجع لك في وقت من الاوقات تكون رفع عليك في قضايا وترجع تقول لك خلاص بقى يلا نرجع كده احنا بنحب بعض والدنيا تمام. لا يا فندم، مفيش منه الكلام ده خالص، مفيش منه الكلام ده خالص. لازم تقفل مواضيعك وقضاياك بمحامي. واخيرا طبعا لما يحصل معاك اي مشكله ما تعملش اي حاجه، تعالى لنا بس ومالكش دعوه. شكرا ليك جدا استاذ شادي، حبيبي، بجد يعني امتعتنا جدا بكلامك، وشكرا انتوا جدا. لناس محترمه، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا كده وان شاء الله، ولو برضو في اي اسئله ولا اي حاجه ده اللي انا كنت ابعتوا لسه لنا. هقوله ساده المشاهدين، لو في اي اسئله تانية حابين استاذ شادي يجاوب عليها، ان شاء الله اكتبوها لنا في التعليقات ونعرضها عليه الحلقه الجايه ان شاء الله.